اهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والاخير في الاتش ار انترفيو. هنبداوا نتكلموا ونساله السؤال السابع. هيسال حضرتك لو مديرك نزل مع حضرتك دبل فيزيك، وبعد ما خلصت الكول وسابك انت تتكلم لوحدك لقيته بيخرج من الزياره بينفخ ومتضايق وعمال يعلق لك على حاجات كتيره ما كانش ينفع تتقال، وحاجات كتيره كانت المفروض تتقال انت ما قلتهاش. هيبقى تصرفك ايه؟ هو كده في السؤال ده بيقيس حضرتك تقبلك لتوجيه من مديرك، عندك القدرة دي ولا لا؟ وهل الايجو بتاعك عالي ان انا لا ما اقبلش ان حد تاني يعلق على كل كلمة ليا وينتقدني بالطريقة دي، انا ما بقبلش كده ولا اقدر اكمل في الطريقة دي؟ ولا هتقدر تكمل وهتقدر يبقى عندك استعداد لتقبل اي توجيه؟ فهيبقى الرد كلام اه طبعا يا دكتور، انا بعد ما اطلع هبدا اقول له ايوه طبعا يا دكتور، انا هسمع من حضرتك كل الكومنت، الحاجه اللي حضرتك شايفني غلطت فيها وهكتب ورا حضرتك عشان ما تتكررش، والحاجات اللي حضرتك قلت المفروض اعملها هكتب ورا حضرتك عشان اخد بالي انها تكون في اول كول اكون لوحدي. فطبعا يا دكتور ده مدير نازل عشان في الاخر عايز يعلمني، عايزني نبقى احسن، عايز احقق رقمي وابقى ناجح، فطبيعي ان انا اسمع له كل نصيحه هيقولها وكل توجيه واشتغل عليها عشان ابقى افضل خدمه. فده الرد الانسب في السؤال. طيب السؤال الثاني، دلوقتي حضرتك معروف ان الكارير اللي احنا فيه ده او شغله الميديكال ريب بتقابل رفض كتير. يعني حضرتك لو مثلا نازل عشان تعمل 10 زيارات، ممكن اول 6 زيارات لدكاتره كلهم يبقوا رافضين الجراحه، لان في الاخر السعر عالي، لان مثلا مش لاقيين الانجريدينت اللي هي مطلوبه في البرودكت. فهل حضرتك هتدخل للدكتور السابع بنفس الحماس اللي كنت داخله الاول دكتور؟ هو بيقيس كده قدرتك على ان انت تحافظ على حماسك لاخر، بيشوفك ان انت حضرتك هتقدر تفصل بين الرفض الشخصي وبين الرفض الوظيفي. هو في الاخر مش بيرفضك عشان شخصك انت، هو بيرفضك لان في الاخر انت ما قدرتش توصل له ان في البرودكت بتاعك فيه بينيفيت مميزه هتفرق معاه وهتفيد البيشنت اللي هو بيكتب له الدواء. فالمشكله مش فيك، المشكله ان انت ما قدرتش توصل البينيفيت بتاعك. فهيبقى الرد بتاع حضرتك لا طبعا يا دكتور، هيبقى عندي نفس الحماس لان انا عندي اصرار على النجاح، ومعنى ان انا ما قدرتش اوصل لاول 5 دكاتره هيبقى عندي اصرار ان انا اوصل للدكتور السادس واوصل للدكتور السابع. بجانب يا دكتور ان انا لازم اغير الطريقه اللي انا بتكلم بيها، يعني ممكن اغير الابروتش اللي انا داخل بيها، ممكن اشوف ابروتش اقوى يلفت نظر الدكتور ويخليه انترستد للكول بتاعته وانترستد ان هو يسمع البينفيت بتاعت البرودكت. ممكن يكون وانا بتكلم في الكول ما قدرتش اضغط واوضح في البينفيت بتاعت البرودكت فاغير طريقه الكول، لكن في كل الاحوال يا دكتور هيبقى عندي نفس الحماس ونفس الاصرار اللي انا انجح وابدا اخلي دكتور يكتب ويقتنع بالبرودكت. وفي حاجه انا مقتنع بيها يا دكتور، اللي انا ما دام بشتغل وبعمل اللي عليه ربنا مش هيضيع تعبي. وممكن بعد ال5 زيارات او حتى بعد ال6 زيارات دكاتره ما كتبتليش، الاقي الدكتور السابع ده هيكتب وممكن يقول لي وفر بال50 علبه وال100 علبه سواء في العياده او في الصيدليه، ويعوض تعب ال5 زيارات وال6 زيارات. وده اللي في دماغي على طول، ان كل ما تعبت لازم ربنا هيعوض تعبي ده، حتى لو ما كانش في نفس اليوم هيبقى في ايام تانية. وده فعلا اللي بيحصل معانا على المستوى الشخصي، وكل زمايلنا ممكن يبقى ينزل يوم يعمل 5 6 زيارات يلاقي مفيش اي استجابه، ويلاقي في الزياره السابعه الدكتور يقول له نزل لي 50 علبه، نزل لي 100 علبه في العياده. او فعلا لو ما كانش في نفس اليوم تلاقي اليوم الثاني ما شاء الله كل زياره ليها اوردر واوردر كبير كمان. فده مبدا لازم نبقى كلنا واثقين فيه وتوصله له، اللي انا واثق طول ما انا بتعب لازم ربنا في الاخر هيعوض تعبي ده. لو ما كانتش في اول زياره، لو ما كانتش في اخر زياره، هتبقى في اليوم الثاني في اليوم الثاني. طيب هندخل بعد كده على السؤال التاسع. لو حضرتك
عرفت ان زميل ليك على نفس الترابيزه كده وانتوا بتاخدوا التارجت وبتشوفوا نهايه الشهر، فلقيت زميل ليك محقق، فوجئت ان تارجته اقل منك، فوجئت ان حسيت المدير بيهزر معاه كتير وانتوا قاعدين في الميتنج، ايه الاكشن اللي انت حضرتك هتاخده؟ فطبعا الرد الصح اللي حضرتك هترد عليه، هتقول له طبعا يا دكتور تقسيم التارجت ده بيبقى راجع للبوليس الشركه. الشركه طبعا بتشوف كل اريا ايه الاوبورتيونيتي اللي موجوده فيها، وعلى اساسها بيتحدد التارجت المناسب ليها، فدي حاجه ما ينفعش اتكلم. الحاجه الثانيه يا دكتور، فكره ان هو بيحقق والمدير بيهزر معاه، هو طبيعي الشخص الناجح المدير بيبقى مبسوط بيه، فاكيد هو بيهزر معاه عشان شخص ناجح ومحقق رقم. والصح الاكشن اللي انا اخده، اللي انا ابدا اتعرف عليه وابدا اساله انت ازاي ناجح وحققت رقم عشان اعمل زيه واطبق الحاجات دي. لو في امكانيه اطبق على الاريا عندي اطبق على الاريا، او اسال المدير هو ازاي ناجح ومحقق رقم عشان ابدا احقق نفس الرقم وانجح برضه في اريتي واحقق رقم. دي الاجابه الانسب للسؤال. في حاجات لازم تبعد عنها لان السؤال ده بالذات فخ وبيشوف رد فعل. لازم تبعد على حته هو ما دام كده بقى انا لازم اعمل شكوى، لان هو كده يمكن يكون متحيز ليه اكتر، ممكن يكون بقى قريبه ولا جاره ولا حاجه. انت كده راجل نمام هتعمل مشاكل في الشركه فيستبعدك عنها. او ده ضروري بيحرق عشان كده محقق وعمل رقم. انت كده راجل برضو يعني بتاع مؤامرات، واي حد بيحقق لازم يبقى عمل مشكله، فبرضه هيستبعدك من الشركه مش هيقبلك تشتغل معاه. او هتقول له هو ما دام محقق رقمه ومش عارف ايه، لان هو رقمه تارجته صغير، لكن انا عشان تارجتي كبير محقق. يبقى انت راجل بترمي شماعات وما بتدورش على السبب الرئيسي اللي انت محققه. فالحاجات دي كلها ابعد عن الرد بالطريقه دي، والرد الانسب هو اللي احنا قلنا له. طيب، هنيجي بعد كده اخر سؤال اللي احنا هنتكلم فيه. حضرتك بعد ما اشتغلت معانا وقابلناك 3 شهور، حضرتك ما عرفتش تكتب اي دكتور وما حققتش رقمك، فطبيعي كده، هل حضرتك كده طبيعي كده هتحس ان انت مش مناسب للكارير وهتبدا تشوف بقى شغله تانية مناسبه ليك، ولا هتعمل؟ طبعا دي من اسئله برضو الفخ اللي ممكن زمايلنا كتير بتقع فيها، لان هو بيشايف ان الرد الانسب والصح ان هو يقول له طبعا يا دكتور خلاص انا هسيب الكلام. وده هو ده الغلط اللي هو فعلا بيستبعدك من الشغل، وخلاص بيشوفك ان انت مش مناسب للشركه، لان ده السؤال هو بيقيس فيك الاستسلام. فالمفروض الرد، لا يا دكتور، حتى انا كده كده مصمم ان انا انجح في الكارير ده، ولو حصلت حاجه زي كده لا قدر الله، انا هيبقى الاكشن بتاعي اللي انا هسال مديري انا يا دكتور عاوز انجح في الكارير، وانا بعد 3 شهور ما قدرتش انجح مع الدكاتره وما قدرتش اخلي احقق تارجت. ايه نقط الضعف اللي حضرتك شايفها عشان اشتغل عليها، وايه نقط القوه اللي انت شايفني احاول ازودها عشان احقق رقم. ابدا اشوف لو في امكانيه ان انا اطلب تريننج تاني عشان افهم الحاجه اللي انا مش فاهمها، هطلب ده من مدير. لو انا اطلب من زمايلي اللي هم معايا في نفس الشركه اعرف هم ازاي بيحققوا عشان اعمل زيهم، هعمل ده. لو زمايل بره الشركه ابدا اقعد معاهم واشوف هم بيحققوا ازاي عشان اعمل زيهم، هعمل ده. لكن يا دكتور في كل الاحوال انا مش هسيب الكارير ده، لان انا مصمم انجح فيه، ومتاكد ان شاء الله هيبقى ليا تايتل كبير في اقرب وقت، في وقت قليل، لان انا واثق ان انا هنجح في الكارير. ده اجابه السؤال الاخير في اسئله الاتش ار. احنا يعتبر كده جمعنا وقلنا اكتر الاسئله اللي هتقابل حضرتك في الاتش ار انترفيو، وقلنا حضرتك الاجابه الانسب. هيتبقى عندنا حاجه واحده بس، وهي المفاجاه اللي احنا قلنا عليها. دايما في الاتش ار انترفيو بيبقى في حاجه اسمها الاي كيو تيست. الاي كيو تيست ده بيختبر حضرتك مدى ذكائك، مدى سرعه البديهه بتاعتك، مدى تصرفك الصح في المواقف المختلفه. دايما الاي كيو تيست ده بيبقى 30 سؤال،
بيبقى في 30 دقيقة، يعني حضرتك محتاج من كل سؤال تجاوبه في دقيقة. المفاجأة بتاعتنا اللي احنا هنساعد حضراتكم فيها عشان تقدروا تجاوبوا الاي كيو تيست، اللي احنا عاملين 2 شيت، كل شيت 30 سؤال بإجابته. احنا هنبعته لحضراتكم ال2 شيت ده. كل اللي مطلوب من حضراتكم عشان يوصل لكم ال2 شيت ان حضرتك تشترك في القناة، تفعل الجرس، تعمل لايك على الفيديوهات، هتكتب في الكومنت اي كيو تيست او محتاج شيت اي كيو تيست. هبعت لحضرتك على طول ال2 شيت برايفت، وباكد لحضرتك ان الاي كيو تيست مش هيخرج من ال60 سؤال ده. حتى لو ما كانش نفس السؤال بنفس الطريقه هيبقى نفس الفكره، لكن مش هيخرج الاسئله عن ال2 شيت اللي انا هبعتهم. كل التوفيق لحضراتكم، ان شاء الله تابعونا في الفيديوهات الجايه. هنبداوا بقى ندخلوا في الفيديوهات الخاصه بالفيلد واللي بيحصل من اول التريننج لغايه ما تبقى بروفيشنال ميديكال ريب. تابعونا، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا لايك على الفيديوهات عشان يوصل لحضراتكم كل فيديوهات